السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي اللي غادي نقدم لكم فيه هاد الدجيجة هذه اللي غادي نعمرها بالشعرية واللي غادي نطيبها في الاير فراير. بزاف منكم اللي قالوا لي ضروري تورينا الطريقة كيفاش كطيبي الدجاج في الاير فراير. انا غادي نوريكم دابا الطريقة وحتى الوصفة، يعني من ا جوسكا زد، يعني من الاول حتى للتالي غادي نوريكم كيفاش كنصوبها، وكتجي رائعة وكتجي بنينة وما تشبعوش منها. فخليكم معايا الى نهايه الفيديو. هنا غادي نبدا. عندي هنايا الدجيجه اللي كتكون بطبيعه الحال مغسوله مزيان ومحكوكه بالحامض والملحه، كتكون يعني نقيه ومنقيه وما فيها حتى شي حاجه. غادي نبدا دابا. غادي ندير التشرميله ديال الدجاج. عندي هنايا التوابل، عندي الملحه، الابزار وسكينجبير والخرقوم والثومه اللي كتكون بزايد. المهم نتوما شوفوا نتوما يعني الكميه اللي عندكم. انا درت شويه، يعني معلقه صغيره اللي كتكون عامره من كل حاجه، من غير البزار اللي درت يعني معلقه صغيره ما عامراش بزاف، لان البزار كيكون مجهد شويه ويقدر يعطينا مذاق ديال الحروره في الماكله الا كثرنا منه بزاف. صافي غادي نخوي هذا الشيء في هذا البول هذا. كيف ما كتشوفوا هنايا غادي نشلل هذاك يعني هذاك الطبق اللي كان فيه العطريه باش ما نضيعوش. فوالا، غير واحد شويه ديال الماء وغادي نحرك هاد المكونات هادي. اولا قبل غادي نزيد واحد شويه ديال لا موطارد كيف كتشوفوا هنايا، تقريبا حتى هو معلقه صغيره كيف ما كتشوفوا معايا. غادي نحرك شويه هاد التوابل هادو، نحاول نطلقهم واحد شويه بداك الماء اللي عندي على هاد الشكل هذا، وندوز مباشره نشرمل الدجاجه ديالي على هاد الطريقه هذه، الطريقه اللي كتعرفوها كاملين، يعني راه باينه. يعني ديك التشرميله غادي ناخذها وغادي نحاول انني ندير واحد يعني مساج ولا حركات دائريه وندخل داك الشرموله لداخل في الدجاجه مزيان، باش تشرمل مزيان وتشرب بداك العطريه على هاد الشكل هذا مزيان من الفوق ومن يعني من جهه العنق والصدر، هي اللي كتبغي تشرميله مزيان، لان ديك البلاصه كتكون غليظه شويه وخصها يعني الوقت، وخصها تدعك مزيان باش تدخل فيها ديك العطريه على هذا الشكل هذا. البنات راكم عارفين بلا ما نزيد نشرح لكم، كلشي باين مزيان بحال هكا البنات من الفوق لتحت، الرجيلات ديالها وكلشي، ما تخليو حتى شي حاجه، كلشي شرملوه بديك التشرميله. الدجاجه شرملتها حطيتها جانبا على ما يعني تشرب شي شويه داك داك الشرموله اللي درنا ليها ولا داك التوابل اللي درنا ليها. دابا غادي ندوز باش نوجد العماره اولا ديك الشعريه باش نتبلها. كيف ما كتشوفوا هنايا انا يعني بقات ليا من التشرميله اللي درت للدجاجه، يعني درت شويه بزايد، فبقى ليا التوابل خليته في هذاك البول، يعني ما بدلتش حتى شي حاجه. ودابا غادي نضيف يعني المكونات اللي غادي نضيف على الشعريه. عندي هنايا بصله صغيره محكوكه، وعندي القزبر ومعدنوس مشلطين تقريبا واحد معلقه كبيره عامره، والزيتون مقطع كيف ما كتشوفوا معايا هنايا على هذا الشكل هذا. غادي نزيد زيت الزيتون، يعني زيت الزيتون كتعطيها واحد المذاق زوين، يعني كتعطيها واحد البنه واحد اللذه باش يعني كتجي زوينه لداخل في الدجاجه، ما كتجيش يعني باسله. خصنا ضروري، وبطبيعه الحال البنات راه غادي تحركوا ولا غادي نحرك وغادي نذوق وغادي نشوف واش ناقصها الملحه ولا ناقصها مثلا شي حاجه، راكم عارفين ضروري ولا بدا. انا حركت هنايا الماء، يعني ما خصها حتى شي حاجه، ما زدتها والو. هذيك التشرميله اللي درت للدجاجه راه هي كفاتني. صافي البنات غادي نعمر الدجاجه بهذه الطريقه، راكم عارفين الطريقه، يعني كتعمروا وكتحاولوا انكم يعني تدخلوها مزيان باش تاخذ لكم كميه كثيره على هذا الشكل هذا مزيان. يعني راه الطريقه ديال التعمر راكم عارفينها البنات، راه سهله بهذا الشكل هذا. نعمرها مزيان. هنا البنات الدجاجه راه تحمرات وحطيتها جانبا. هنا غادي نوريكم طريقتي انا كيفاش كندير يعني يعني الدجاج في الاير فراير. خديت واحد الورقه كيف ما كتشوفوا هنايا ديال البابيي سولفوريزي ولا ورق الزبده ولا ورق الطهي كما بغيتو تسميوه. خديتها تكون كبيره، يعني تكون ماشي هذاك اللي كيكون يعني ورقه مقطع، لا هذاك اللي كيكون
كيتباع بالمتر، هذاك اللي كيكون يعني رولو كتاخذوه. كتقطعي نتيا الكميه اللي بغيتي ديال يعني اللي غادي تستعملي. هذاك اللي خصكم تستعملوه هنايا، لان خص يعني فريمون الورقه اللي غادي تستعملوا ديال داك البابي سولفوريزير تكون كبيره. والدجاجه كيف ما كتشوفوا انا غير ربطت لها رجليها بداك الخيط الخاص بالطهي او الخاص بالطياب، صافي ما خيطتها ما حتى شي حاجه. هنا كيف ما كتشوفوا انا كنجمع عليها داك الورق الطهي. كيف ما كتشوفوا كنحاول انني نلويها مزيان يعني وما نخليش الهواء منين يدخل. وبطبيعه الحال غادي ناخذ الخيط مره اخرى، الخيط ديال هذا ديال ورق الزبده. الخيط يكون يعني طويل كيف ما قلت لكم، الخيط اللي كيكون خاص بالطهي. وغادي نبقى نلوي بحال هكا بحال الطريقه هذه. غادي ندير بحال كندير شي جوغو على هاد الطريقه هذه. نلوي عليها باش ما تحلش ليا والكاغيط ما يتحلش، لان راه الا خليتو الكاغيط يعني محلول شويه في الاير فراير راه خطر، تقدر تشعل العافيه. خصو يكون بحال هكا ملوي ما عندوش فين يتزعزع. وكيف ما كتشوفوا انا درت شويه ديال زيت الزيتون من الداخل، يعني خويته على الدجاجه وعاد لويت عليها الكاغيط وحزمته بهذا الخيط هذا. ودرت هذاك شويه ديال الشعريه اللي بقات ليا درتها حتى هي غادي نديرها مع الدجاجه. انا غنديرها حتى الاخير. هنا البنات شوفوا درتها في الاير فراير وصافي غادي نسد عليها باش غادي طيب. كيف ما كتشوفوا ما درت لها لا ما لا حتى شي حاجه، لان الماء ديالها كافي. انا غادي ندير لها 200 درجه، ولكن غادي ندير لها ساعه تقريبا، حيت الاير فراير فيها غير ساعه. ولكن كون كان بلوس كنت غادي ندير ساعه ونص ولا ساعه و20 دقيقه. هانتوما البنات الدجاجه هي طابت، ولكن راني طيبتها ساعه يعني هكا الصدر ديالها الفوق. وعاودت قلبتها يعني بداك البابي ديالها ما حليتش عليها، يعني قلبتها طابت تاني واحد تقريبا 40 دقيقه. زدت لها 40 دقيقه وعاد قلبتها وحليت عليها باش تحمر. دابا دهنت لها غير شويه ديال الزبده وصافي وغادي نحمرها. ومن بعد يعني هذا راه مازال ما تحمرات، يعني راه غير يعني بداك البابي سولفوريزي ديالها تحمرات لداخل. يعني دابا عاد غادي نحمرها وعاد غادي نرجع معكم من بعد باش نشوفوا الشكل النهائي. هنا البنات الشكل النهائي ديال الدجاجه شوفوا كيفاش كتجي، راه كتجي رائعه. وما تقولوش يعني ما طيباش، راها طايبه، راها دايره بحال الزبده لداخل. يعني ما نقول لكمش الطريقه اولا هذه الطريقه شحال سهله. راه ما كتبقايش ملاهيه يعني معاها كتكوني في الفران كتبقاي تحلي عليها وتعاودي تشوفي وتعاودي تقلبيها وتعاودي. لا صراحه سهله الطريقه. الاير فراير اللي عندها الاير فراير راه تهنى، يعني الدجاج يبقى يطيب ليها في رمشه عين. هو ماشي في رمشه عين، ولكن يعني كتهناي ملي كتسالي البروغرام ديالها كطفى. وبالنسبه للمرافقات ديالي كيف ما كتشوفوا انا درت قريعه شرملتها، ودرت خيزو تاني شرملته، وبطاطا صوتيتها يعني بعد ما سلقتها صوتيتها في الزيت والملحه. صافي هادو هما المرافقات.